ازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا دي صدفة جات، واصدقاء زوجها كريم. ربنا يخلي اسم كريم يا رب. وكمان اصدقائه وبنتها. اوكي. كانت عاملة عيد ميلاد لزوجها كريم. آه وصدفة طبعا يا جماعة، على فكرة كريم بحبها جدا وهي بتحبه جدا، وصدفة جاد كويسة جدا من الناس المحترمين. ومامتها ست طيبة وكويسة ومحترمة جدا يا جماعة، محدش صراحة شاف منها حاجة وحشة. صدفة جاد طلعت وعملت، بس على فكرة هي ما اتكلمتش لما لقيت طليقها بيتكلم عليها كلام مش كويس. على فكرة صدفة مش وحشة، صدفة كويسة جدا وطيبة وبنت حلال وغلبانة. لما لقيت طليقها عمال يتكلم عليها، فراحت رفعت عليه الوصل الأمانة اللي هو هي كاتباها عليه من زمان. فطبعا هي قالت ما بيدفعش فلوس لبنتي، هو دفع لها مرتين، كل مرة شهر 1000 جنيه، وانا بدفع فلوس المدرسة لبنتي. يعني تدفع مبلغ كبير، وطبعا الباص اللي بيجي ياخدها بياخد مبلغ كبير، ومدخلاها مدرسة لغات. وكمان قالت يعني انا غير الاكل والشرب واللبس وانتوا عارفين صدفة مصاريفها كتير، وانا ما بقولش حاجة، بس يكون ان طليقي يطلع يتكلم. وكمان انا سمعت المكالمة لجوزي لما جه قال لي اتنازلي، واتنازلت. بعدها لقيته بيكلم ماما، بتكلمه بيكنسل على ماما وبقول لها كلام، يعني بقول لها ما انتش تتصلي هنا تاني. إيه المهم قالت ان هو ما بيصرفش على البنت. يا جماعة عايزة اقول لكم في ستات بتكون احسن من الرجالة بمليون مرة، وصدفة ربنا عوضها بكريم. كريم انسان صراحة كويس ومحترم جدا وبحبها وهي بتحبه. ربنا يخليهم لبعض، وربنا ان شاء الله باذن الله يكمل لها حملها على خير، وتجيب البيبي اللي نفسها فيه. صراحة صدفة بنت حلال وطيبة والله يا جماعة، وغلبانة جدا. يعني هي كانت اتكلمت قالت على زوجها ايام ما طلقها، بيقول لها خسي انت تخينة كده ليه، انت مش عارف ايه. هي مش عاجباه. طب ليه يعني؟ طب انت اتجوزتها ليه؟ ما هي ما شاء الله مليانة من يوم ما انت اتجوزتها. هي مش عاجباك في ايه؟ ده بسم الله ما شاء الله زي القمر وزي العسل. كان فاكر بقى ان هو ما يطلقها يخوفها شوية هيرجع لها تاني، وحاول يرجع لها وراح دار الإفتاء. ولما جالها المطعم يا جماعة، آه عامل فيها، لا مش عارفة اقول لكم ايه يعني، عامل فيها صاحب المصنع، سوري صاحب المطعم. او المطعم تفتحه يعني. ف كتير ناس كتيرة جدا قالت طردتهم المطعم، وبعدها بفترة اتخطبت إلى كاري واتجوزت على طول. قعدت تبكي بعد ما اتطلقت، كانت نفسيتها تعبانة جدا، وراحت لأصدقائها في الإمارات وجابت دهب من هناك. هي صراحة ست كويسة. ربنا يخليها للبيبي اللي في بطنها ويخلي لها بنتها. صراحة بجد يعني في ستات كتيرة جدا بتظلم من رجالة، وتكون بتعول أولادها، بتكون عندها 3 و4. يلا ربنا يهدي الجميع يا رب. وربنا يهدي أبو لافا كده ويصرف عليها، ولا يبعت لها كل شهر حاجة. بتقول أنا رفعت عليه نفقة للبنت يعني شهرية، علشان هو ما بيصرفش عليها. إيه احنا ما يعني انتوا يا جماعة ما تعلموش ظروف الراجل ده ايه، ممكن يكون ظروفه وحشة، ممكن يكون تعبان نفسيا علشان هو لقى صدفة اتجوزت، كان عنده امل يرجع لها هي وبنتها. اما انا اعلم ان شاء الله اعلم ما هو
طلقها، مفكر نفسه ان هو يرجع لها تاني، هي بقى اتجوزت واحد تاني لانها ما لقيتش منه رجا، وكانت الطلقة التالتة يعني. امها قالت ان الطلقة التالتة. ربنا يا رب ان شاء الله تولد كده، تجيب البيبي وتقوم بالسلامة. عايزة اقول لكم بقى باي باي بقى، مش تنسوني بقى في اللايك والاشتراك يا جماعة، اعملوا اللايك واشتراك في القناة. باي باي.